أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نحضر سوا شوربة العدس، من أطيب وأسرع الشوربات اللي ممكن تعملوها بالبيت، دافية ومغذية وبتشبع. خلونا نبلش. أول شي بطنجرة بنحط ربع كاسة زيت زيتون على نار وسط. عندي بصلة مقطعة على الناعم، بقلبها شوي لحتى يدبل البصل، وبعدها بدي ضيف الجزر، جزر مقطع طبعا اختياري، بس هو بيعطي طعم كتير طيبة للشوربة. بحركهم شوي مع بعض، وبعدها بدي أضيف البطاطا الحلوة. ممكن نستخدم البطاطا العادية، تعطي الشوربة قوام كريمي. بقلبهم 5 دقايق مع بعض. وهلأ بدي أضيف عندي كوب ونص العدس الأحمر، طبعا مغسول ومصفى كتير منيح. بحركهم شوي مع بعض تقريبا 5 دقايق، وبعدها بدي أضيف 5 كاسات مي. طبعا فيكم تستخدموا مرق دجاج أو مرق لحمة، كمان بتعطي الشوربة طعم كتير طيبة. هيك بحركهم شوي. هلأ بدي أضيف البهارات، عندي معلقة كبيرة من كل نوع، ملح وكمون وكركم. طبعا الكركم اختياري، بيعطي لون للشوربة. وبدي ربع معلقة صغيرة فلفل أسود. طبعا البهارات اختيارية، ممكن تضيفوا فلفلة حادة إذا بتحبوها حادة، أو أي نوع بهارات أنتو بتفضلوه. بحركهم شوي هلا هيك مع بعض، وبعدها بدي أغطي الطنجرة على نار هادية. وهيك بعد 45 دقيقة استوت الشوربة معنا. بتحبوا تخلوها مثل ما هي أو بتحبوا تطحنوها، أنا طحنتها بالخلاط. شايفين كيف طالع معنا قوام الشوربة؟ هذا القوام المطلوب. ريحتها بتشهي. أنا قدمت معاه الخبز المقمر والليمون. لازم تجربوها وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وصحتين وألف هنا.